لو ما عملتوش المحشي بالطريقة دي يبقوا ما عملتوش محشي وما كلتوش محشي قبل كده. عشان نبقى متفقين كلنا بنعرف نعمل محشي، بس كل واحد ليه طريقة وتكة كده وحركات فيه. تعالوا بقى اوريكم المحشي بتاعي كما يجب ان يكون، محشي باللية. طالما هنعمل محشي هي جريمة لازم تبقى جريمة متكاملة يا جماعة، ما ينفعش نعمل ايه نص جريمة ربع جريمة، عملنا جريمة نعملها كاملة. تعالوا بقى اوريكم انا بعمل المحشي بتاعي ازاي. حطينا شوية زيت محترمين يسخنوا، وهنزل بحوالي يعني 100 جرام ليا. انا بقطع كده اكياس صغيرة واحطها في الفريزر على قد الاكلة. وطبعا عاملة حوالي 4 بصلات كبار محترمين ضربهم في الكبة، هنزل بيهم بقى وهنقلبهم كويس بقى لحد ما اقول لكم درجة اللون اللي انا عاوزاها. تاني حاجة بقى انا ما بضربش الطماطم ضربة ناعمة في الخلاط، بضربها في الكبة ضربة خشنة، بحب الطماطم بتاعتي التسبيكة تكون خشنة. بصوا بقى جينا هنا للتسبيكة بتاعتنا واحنا بنعملها. البصلة ما تحمرش معاكي تغمق، لو غمقت اتأكدي انها مررت منك. انا عاوزاها لونها جولد فاتح اللي هو اللون الذهبي، لكن لو غمقت بصوا الدرجة دي، لو غمقت عن كده اعرفي ان التسبيكة بتاعتك باظت ومررت. تمام كده، وبرضو خليتوني قلت تمام كده مع اني بقالي كتير ما بقولهاش. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي. الكميات بقى على حسب انت هتعملي ايه، انا عامله على حسب الكميه اللي انا هعملها. هنقلب بقى وهنبهر بقى التبهيره بتاعتنا. تعالوا اوريكم هنحط ايه. دي معلقتين كزبره حلوين بقى، التسبيكه بتحب الكزبره الناشفه وبرده الكزبره الخضراء، بس بنديها حقها هنا وهنا. ودي بهارات محشي طبعا كلنا بنجيبها، لو رحتي عند العطار كده قلت له عاوزه ايه ب3 4 جنيه بهارات محشي هيديها لك في قرطاس صغير كده اهو. وحطيت بهارات وهران اللي انا بحطها او مهران اللي انا بحطها دي لو عندك حطيها، وسنة فلفل اسمر وشوية كمون حطيتهم. وهنحط ايه تاني ايه تاني. بصوا بقى ده نعناع انا اللي منشفاه في البيت، بجيبه اغسله وانشفه انا بنفسي عشان بصراحة ما بضمنش بتاع بره. عاوزين بقى ايه كبشة نعناع محترمة، كبشة نعناع. انا كل المحشي بتاعي بعمله بنعناع، من بتنجان لورق عنب لمحشي كرنب لايه تاني ايه تاني لحد العصبان الممبار، انا لازم احط له نعناع. جربي تحطي نعناع الاكل بيروح في حتة تانية خالص. وحطيت مكعب ماجي، مكعب الماجي ده اختياري بس برضو بيودي الطعم في حتة تانية. كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي بتعزز الطعم قوي. طبعا عليت النار عليها لحد ما غليت غلوة، وبعد كده وطيت النار خالص عليها تتسبك براحتها لحد ما الاقيها قوامها تقل والزيت طلع على الوش. بصوا بقى هنا ايه، انا غاسله الرز وغاسله البتنجان والفلفل بتوعي والكوسه ومجهزه حاجتي اهو. بوريكم درجه لونها عامله ازاي ما اتسبكت. لو حلفتلكوا ان دول 8 حزم خضره مش هتصدقوني طبعا. بس والله دول 8 اهو، شبت وبقدونس وكزبره. وهنزل بالرز اللي انا غسلاه ومصفياه كويس جدا مفهوش ميه خالص. وهنزل بقى ايه بالتسبيكه او التخديعه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. جربوا لو ما عملتوهاش قبل كده بالليه، جربوا اعملوا المحشي بتاعكم بالليه وادعوا لي دعوه حلوه اما تدوقوه. ده صباعي الاستاذ شهاب هو اللي كان بيصورني والتليفون اتزحلق منه اهو. هنا سبتها تبرد بقى شويه علشان احشي. بصوا بقى مبدئيا انا بحط في القاع بتاع الحله ايه، وما تقوليش الحله مش نضيفه، لا انا بحب اعمل في الحله اللي انا سبكت فيها ما بغسلهاش، بمكان تختمتي الصلصه فيها من الجناب بحب احشي فيها. احلى محشي تكليف الحله بتاعت التسبيكه، وبرده جربي دي. بصوا بقى انا بحشي 3/4، بسيب الربع الاخير في البتنجان، وبحب اوقف البتنجان
والفلفل والكوسه ما بحبش ارصهم على بعض عشان بينطروا الرز ويعجنوا، لكن لما بتوقفيهم وتثبتيهم في الحله استحاله استحاله المحشي يعجن منك. انا بقول لك كام حاجه كده لو المحشي بيعجن منك. هو الفيديو ده هيبقى مفيد قوي قوي للناس اللي ما بتعملش محشي او اللي لسه داخلين المطبخ جديد، واللي بيعملوه برضو في كام تريكايه كده ليا مخصوصين كده جربوها. انا ما صورتش يعني وانا بحشي كتير، كام صباع كده بس وانا بحشي اهو. بنمسحه من الرز خالص، ما نخليش ايه قدر المستطاع رز عليه. اللي انا حطاه البصل والطماطم اللي انا حطاهم دول، عندك فلفل حطي، عندك شرايح ليمون حطيها، بس شرايح الليمون اكتر مع ورق العنب بحطها. هنا حشيت بقى، بصوا كله عامل ازاي، كله موقفاه ازاي لفوق علشان ما يرميش. بصوا بقى التشريبه بتاعتنا، التشريبه بتاعتنا دي سواء ميه او شوربه هتحطي اللي انا حطيته بالظبط: مكعب ماجي، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، سنه فلفل اسمر، والشطه اختياري، بس طبعا المحشي لو ما تحطش عليه شطه ما يتاكلش، وربع معلقه صلصه تعزز اللون بتاع المحشي. وهنقلب الكلام ده حتى هجيب ايه، ايوه تعالي بقى اتقلب بيكي كويس كده، وهظبط الملح بتاعي. سواء عملتي بميه زي ما انا ما عملت عشان ما عنديش شوربه، سواء عملتي بشوربه تحطي نفس اللي انا حطيته. جربي التشريبه دي للمحشي هتودي الطعم في حته تانية خالص خالص خالص. بصوا بقى بحطه حوالي ربع الحله، مش نصها كمان، حوالي ربعها، بالذات المحشي بتاع الفلفل والبتنجان والكوسه. هنا بقى عليت النار عليه، غلي كام غلوة، وههدي النار خالص لحد ما يستوي ويفلفل كده مع نفسه. شايفين الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ما فيهوش غلطة. انا المحشي بتاعي ده يتحلف بيه يا جماعة. تعالوا بقى بصوا الحلاوة دي اما نغرفه، والله حاجة عظيمة، انا عاملة عظمة يا جماعة. شايفين الجمال؟ انا عاوزة اقول لكم البصل والطماطم اللي كانوا في قاع الحلة دول بيتاكلوا قبل المحشي، صدقوني دول هتاكلوهم قبل المحشي. اهو شايفين الحلاوة، حاجة كده فاخر من الآخر، حاجة عظيمة. لو ما جربتيش المحشي بالطريقة دي هتندمي ندم عمرك. اسمعي مني، بصوا هفتح لكم، بصي الفلفلة، بصي الشكل من جوه عامل ازاي، مفيش تعجينة ابدا. اتمنى اكون بفك وشرفتوني.